ابغى اقول كلمه الحق، وكلمه الحق ما حد يبغاها. يقال انك بعدت من الرياضي. انت تبغانا نولعها؟ ولعها. الخطأ من مقدم البرنامج. اسمع، انا حصل يا عدنان، انا درست يا ابوي اتصالات قبل ما تحصل على الجنسيه السعوديه. لما دخلت معه قال في اختلاف حول بطولات المنتخب الكويتي. عدنان كان لا يبغاني ايده، اقول لا كلام الصح. قلت يا عدنان في اشياء انا عارفها وانا متاكد قبل ما تحصل على الجنسيه السعوديه. لا عفوا اقطع لي الاتصال. قصدي اوضح له انه اقول قبل ما يوصل عمرك 20 سنه. اما انت داخل سي عبد الله بكل ذوق وادب واحترام ونقدر عفوا ابو صقر ونقدر يعني عملك التاريخي، ولا اسمح لي لن نقبل مثل هذا النوع من المهاترات. اعلامنا الرياضي تغير اشياء كثيره فيه، ربما يكون لهم مصالح خاصه مع اشخاص معينين مسؤولين في الانديه، خاصه الاتحاد الاسيوي. قبل ما يتخذ اي قرار بياخذ راي فيصل بن فهد. دحين ما حد يعبرنا، لا الاتحاد الاسيوي ولا غيره. في وزراء جو بعدهم ورؤساء دول وراحوا، هم ما شاء الله باقيين ماسكين في رئاسه التحرير، اللي عبد الهاشم ورئيس تحرير جريده الجزيره والرياض الصديري والمالكي. صحافتنا تغير، كل رئيس نادي خاصه المشهورين يعني نوع حوله نوع من البطانه، سواء من الصحفيين او من حتى من الاداريين. في بعضهم والله ما اعتمد عليه، يمسك يشرف على صفحه ما هو على جريده. المحامي محمد دويش، والله مع احترامي لدويش ماني شايف، حتى مسمينه عميد الكتاب. طب عبد العزيز الشرقي اكبر منه سنه، ليش ما يكون عبد العزيز الشرقي ولا عميد؟ عبد العزيز المريسل. نقول ان شاء الله نطيب. احمد الشمراني، هو صح هلاوي، بس احمد الشمراني كتب احسن مقالاته على الاتحاد. عادل التويجري، ان شاء الله انه يمشي على الطريق الصحيح. وليد الفراج. يعني واحد يبغى الناس يتابعونه حتى يسوي غلط، قدم شيء مفيد والناس راح يتابعونك. فيصل بن تركي كقيادي في النصر نشوفه يعني ماشي ماسك النصر. عبد الله بن مساعد، نقول ان شاء الله، نقول الله يوفق. افضل مذيع في نظرك؟ والله شوف تقريبا بتال القوس يجيك يقول انا عضو شرف ويدفع 20,000 30,000 عشان يطلعون صورته في الجريده، ويقول العضو الشرف الداعم دعايه لنفسه ولمؤسسته. والناس يحبون واحد يطبل، انا ماني مطبل. حتى من تلفزيوننا العزيز برامج الرياض قالوا لا داخل معنا انت تنكبنا. قلت لا سلامتكم ان شاء الله من نكب. وفي مره ارسلت مقال ما هو رياضي اجتماعي لكن مفيد، واتصل بي رئيس التحرير قال انت بتجيب لنا مشاكل وانت تبغى. قلت لا سلامتكم والله، حاطين سله عندك تحت الماسه ليش؟ قطعه وحطه فيها خلاص وانتهينا. الشيء اللي ابغى اقدمه ما حد بيتقبل.